بداية العام الجديد راهي قربت، وكاينة ناس في بلاصة ما تعتبر هذه بداية العام الجديد، بداية إصلاحات وبداية نجاحات وبداية تدارك الأخطاء. لا، كاينة ناس راهي تحضر في ليبوش وراهي تبريباري واش رايحة تحضر لحفلة نهاية رأس السنة وتحتفل كما يحتفل الكفار. احنا كامل كنا نغلطوا هذه الغلطة، أو لا بلوبار نتاعنا كانت تغلط ومن بينهم أنا. لكن من العام الماضي ما زدتش احتفلت بداية العام الجديد، لا بالعكس، خليت بداية العام الجديد تكون توجور بداية جديدة ليا نتدارك فيها أخطائي، نقرب فيها بزاف من ربي. صدقوني ما حناش رايحين نلقاو حاجة تنفعنا أبار صلاتنا وأبار صلة القرب من ربي سبحانه. فنحاولوا إن شاء الله أن نتداركوا الأخطاء نتاعنا، ونورمال غلطنا العام اللي فات وغلطنا العام اللي قبله، مي المهم الواحد ما يملش من التوبة ويكون إنسان كيفاش نقولوا ماسط في التوبة، وتوجور مهما يغلط يعاود ويولي لربي. صباح النور، وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير ومتهنين وانتم تشوفوا في لا فيديو تاع نهار اليوم. حبيبتي، اذا كنتي اول مره تشاهدي قناتي نحب نقول لك اهلا وسهلا ومرحبا بك، نورتيني وشرفتيني ودردارك. وحبيبتي الوفيات كما توجور نقول لكم نحبكم نموت عليكم. شكرا على كميه الدعم وعلى كميه الحب اللي نلقاها منكم في كل فيديو قاعده ننزلها، وشكرا والف شكر لكل واحده قاعده دير لي جيم قبل المشاهده. اليوم كما راكم تشوفوا معايا الساع بديت لكم لا فيديو. راني درت القلب راني درت القلب وقلت خلي نشارك حبيباتي كتحفيز، بلكش حتى هما يديروا القلب وينضموا لينا. لهنا راني نشارك فيكم بداية الروتين نتاعي. يوم الثلاثاء والجمعة والسبت تكون في لا سال دو سبور، انضميت ليهم الحمد لله. يعتبر حتى هو توفيق من ربي، لأنه الحمد لله حاجة إيجابية زدتها في حياتي. كما قلت لكم في بداية لا فيديو، الواحد يتدارك أخطاءه ويحاول على يبعد لو ماكسيموم على الحوايج اللي تضروا في حياته، سواء في جسمه ولا في صحته ولا في دينه ولا في أي شيء ولا في علاقاته في نفسيته في كل شيء، ويحاول أنه يتداركها ويغيرها بعادات أفضل. لذا أنا قلت لكم فضلت أنني نحاول أني كيفاش نقولوا نمد لروحي طاقة إيجابية، ونمد لصحتي تطور آخر، ولا نحاول نعمل شوية على جسمي. ولهذا قلت لكم فضلت أنني أنضم كيفاش نقولوا للجروب اللي راهو يدير في السبور في هذه لاصال. لاصال من أروع ما يكون. الكوتش نتاعنا إنسانة ما شاء الله، إنسانة كومبيتونت، إنسانة هذه هي خدمتها، هي أصلا أستاذة تاع رياضة. والله وش رايحة نقول لكم، قاعدين نفوتوا في واحد الأجواء يعني بعيدا على الرياضة ولا بعيدا على التعب والمجهود اللي تبذليه، قاعدين نفوتوا في أوقات والله من أروع ما يكون. نتمنى إن شاء الله حتى نتوما يا ربي تجربوا هذه الأمبيونس اللي نحكي لكم عليها. لهنا يا حبيباتي كما راكم تشوفوا جبت الورقة وستيلو ورايحة نكتب الوصفات اللي رايحة نحضرها معاكم اليوم باش ما نخلطش. علاش خاطر علاش كتبت اليوم مالغري مانيش مالفا نكتب، دوك نقول لكم السبب تاع علاش راني نكتب والسبب تاع علاش غبت وكل شيء. تبعوا معايا برك لا فيديو ان شاء الله يا ربي رايحة تنال اعجابكم. سهل. هنايا في الغيسيبيون تاعي كنت حطيت 500 غرام زبدة، وحطيت 3 صفار بيض وكيس سكر ناعم، ولهنا راني قاعدة نضيف في كيس تاع نشا نخدمهم مليح بيدي مع الفانيليا. من بعد حبيباتي رايحة نضيف كيس تاع خميرة كيميائية ورشة تاع الملح والفارينة، ونلم لاباط نتاعي. هذه العجينة نتاعي رايحة ندير بها الجاتو كيما نقولوا احنا الجاتو تاع المحقن. من بعد رايحين تشوفوا معايا الريزولتا كيفاش رايحه نديرو. درت النوع صبيعات كيما راكم تشوفوا لهنايا، وكاين نوع اخر شغل هو نفس لاباط ماهوش نوع، فهمتوني، شكل اخر اللي هو لي بغاسلي ولا لي غو. هو اسم الجاتو هذا يقولوا له لي غو، وصفه قديمه كانت تديرها لنا ماما من اروع ما يكون. تلصقوا من بعد بالكونفيتور تاع المشماش وتغلفوا في الكاوكاو، هي في الكاوكاو، ومن بعد تحط له مشماشه مشيحه في الوسط وتصب عليه شويه تاع شوكولا من الفوق.
بالنسبة لهنايا للكونفيتور والله تكلحت مال فنخدم بكاب CAB كاب، يعني هي منتوجات عمر بن عمر. لهنا للأسف يا حبيبتي كما راكم تشوفوا سبحان الله اللي يقلد اللي يقلد المنتوج تاع كاب تاع مربى المشماش والله يعني مش رايحة نقول لكم نفس العلبة نفس لومبالاج حتى من الفوق كتب سي بي مش كاب كتب سي بي باش شغل تبانلك انت بلي راكي شريتي نفس المنتج، وهو سبحان الله بعيدا كل البعد على معجون المشماش اللي كنا نشروه تاع كاب تاع عمر بن عمر. انا ننصحكم انكم تشريو كاب وتنتبهوا للمنتوج المقلد. لهنا حبيباتي كنت لصقت كيما راكم تشوفوا معايا لي غون تاعي في بعضهم بالمعجون تاع المشماش، من بعد جبت لهنايا البانسو وقاعده ندير لهم في لي كوتين تاعهم هذاك المعجون، من بعد رايحه نرمدلهم غير لي كوتي برك ولا كيما راكم تشوفوا لو تور برك تاع الحبه تاع الكعك رايحه نرمدها في لهنا ما درتش انايا كاوكاو، درت واحد العقده تتباع عند كيك بلانيت اللي هي كاوكاو وجنجلانيه وسكر محمصين ومرحيين مع بعضهم، علاش خاطر فسد لي لاشوار. حبيباتي نورمالمون كامل قاعده تفوت عليكم ولا فاتت عليكم هذاك النهار اللي سبحان الله نهار مسود من نهار من اللي يطلع النهار لنهايته. واش رايحه نقول لكم، كانوا عندي زوج هواتف نخدم بيهم، واحد طاح لي فسد لي لافيشور نتاعو، وواحد تحرق لي، واخي شفتوا في قناه مرت سيلفي انني طحت وصلت للموت. لو كان قلت لكم لو كان قلت لكم راني طحت برك من الكرسي بلا ما نحكي لكم الديتاي، يعني تبان لكم عادي طحت من الكرسي عادي، بصح لو كان تشوفوا من بعد كي نضت كيفاش جسمي كامل ازرق راسي، وهذيك الليله ما قدرتش نرقد، وحتى الليله اللي بعدها ما قدرتش نرقد من الوجاع اللي في راسي. والله يا ربي برك اللي استرني وكون ما حكمتنيش مرت سيلفي لو كان وجهي اللي ضرب في المكتب كون راني تشوهت، والله كون راني تشوهت. يعني المزيه كي رايحه هي تعطيني البطه تاع الخيط، خاطر كنت رايحه نخيط كي رايحه تعطيني البطه تاع الخيط شافتني وانا عم بوقع قالهاش اللبنانيين، شافتني وانا قاعده نطيح زربت جبدتني، كي جبدتني ما ضربش وجهي في المكتب. الساعة راكم شفتوا معايا الريزولتات تاع الجاتو الاول فقط. لهنايا قاعده نشارككم شويه تاع القضيان، حاولت اني ندير شويه اسباس باش نقدروا نهضروا شويه مع بعضنا. قلت لكم حبيباتي سبحان الله دي تفوت عليك واحد الفتره تصرالك فيها قداش من حاجه سيئه، تولي تقولي سبحان الله واش النهار هذا. والله يا بنات فسدولي لي بورطابل نتاعي لي دو، سواء اللي كنت نصور بيه، سواء الاخر اللي كنت نستعمله اللي كنت نكتب فيه الوصفات، ولا تلقيني هاني كاتبه مليه باش ما ننساش حتى مقادير، هاني نخدم مليه وبهذا راني قاعده نصور. المهم اللي علينا درك راني قاعده نسجل لكم بهاتف جديد وصورت لكم بهاتف جديد وكل شيء، لانه للاسف لي دو هواتفي لي دو سي بون لا بوبيل. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية الرينج لايت سبحان الله كان واقف وحده طاح تقسم على النص اللي هو هذيك الدائرة اللي تدير الإضاءة للناس اللي ما تفهمش، اللي تلقوها عند لي تيك توكر وعند يوتيوبرز، أي إنسان يصور تلقوا عنده الرينج لايت اللي هي هذيك الدويرة تاع الإضاءة، طاحت تقسمت لي على النص ومازال استوار طويلة. قلت لكم حبيباتي لهنايا في الجاتو الثاني استعملت 250 جرام زبدة ونص كيس تاع الزيت ولافاني، ورايحة نستعمل بيضتين. في الجاتو الاول كنا استعملنا غير الصفار، اما لهنا قاعدين رايحين نستعملوا قولوا لي انتم رايحين نستعملوا البياض كامل، لكن لهنا ما تشوفوش ليا انا راني حطيت 4 بيضات، وهو انا راني ضاعفت الكميه، يعني خدمت ب 500 غرام لكن انتم عطيتكم بالقيس الصغير. ورشه ملح ولافاني وكيس خميره كيميائيه واللم بلا فارين. لهنا رايحين نديروا نوع اخر من الجاتو، هذا رايحين نغلاسيوه في الشوكولا ورايحين نغلفوه في الغوفريت وجاتو ماكاو. هذاك الجاتو تاع الكاكاو رحيته هو والغوفريت مع بعضهم، وغمست الجاتو تاعي في الشوكولا دوك تشوفوا معايا من بعد، وغمسته في الشوكولا ورمدته في هذيك العقده حتى هو جا روعه. اليوم راني الجاتوات ولا الوصفات اللي راح ندير لكم اليوم تحليب، فهمتوني؟ مش جاتو بريستيج، هذوما لي جاتو اللي درت لكم اليوم 3 وصفات راهم
جاتو تحليب فهمتوني، هذاك الجاتو البنين اللي تشربوا به قهوة العشية ولا تفطروا به فهمتوني. كانت قصدتني حبيبتي اني ندير لها جاتو سيك من نوع فهمتوني، قالت لي ديري لي نوع وصاي، وليت انا درت لها هذوما ثلاثه وديتهم لها. هاوليكم حبيباتي غلفت الجاتو تاعي في شوكولا مونا نواغ، ذوبتها وزدت لها الزيت باش يجيني تخفيف لي شويه هذيك الشوكولا. استعملت غير 2 طابلات، الكميه هذه خرجت لي 140 حبه، لكن خدمت ب 500 غرام. هذه هي حبيباتي، من بعد رميته كيما هكا، وهذا هو الجاتو في شكله النهائي. قلت لكم حبيباتي والله يا سبحان الله، جاتني هذيك الطيحه ومن بعد فسدوا لي بورطابل لي دو، والرينج لايت تقسمت لي على النص، وصارت لي قداش من حاجه. والامر اللي خلاني شغل صاي، قلت اليوم لازم نهدر على الموضوع هذايا، اليوم سي بون لازم نهدر على الموضوع هذايا اللي هو المهم. الموضوع هذايا قلت لكم اللي هو وليت كل ما نغيب على القناة ولا نغيب على الصفحة، نولي اللي نتلاقاها تقول لي راكي بالحمل، ولا نلقى التعليقات راكي بالحمل، لدرجة انه ولات الناس شغل تهز في الهضرة، مادامها غابت راهي بالحمل سور اوفيسيال. سبحان الله، ولاو كيفاش نقولوا يتخاطروا بينات بعضهم باللي سي بون مادام غابت هذه الفترة تسمى راهي بالحمل. يا حبيباتي والله الامر عاد يستفزني صح. على بالي كاينه ناس شغل تحب تطمن عليك من باب الحب ومن باب كل شيء، لكن والله يعني في بعض اللحظات يكون الامر زايد على حد ويعود الانسان يتحسس. يعني وليت الآن نحس في روحي مجبرة إني ما نغيبش، مش على جال أي أمر، ما نغيبش فقط باش ما يقولوش راهي بالحمل، فهمتوني. لذا يا حبيباتي بالنسبة للحمل مانيش حامل، هذا أول شيء. الشيء الثاني مستحيل ومستحيل ومستحيل إني رايحة نجي لهنايا في نهار في القناة ونقول لكم راني حامل. حياتي الشخصية راهي بعيدة كل البعد على اليوتيوب يا حبيباتي، ونتمنى انكم تتفهموني. الواحد في صغره غلط بزاف غلطات وهدر بزاف حوايج كانت نورمالمون ما تتهدرش، لكن الضربات على الراس تربي، فهمتوني، ضربات على الراس تربي. نجيكم لهنايا الوصفة هذه الساعة، ومن بعد رايحة نكمل لكم. في الوصفة هذه رايحة نستعمل 3 حبات بيض، ورايحة نستعمل كاس غير ربع تاع الزيت وكاس غير ربع تاع السكر، ورايحة نستعمل ثاني ملعقتين من النشا ولافاني وبشور تاع حوامض وش كان عندك، اما مثلا قارص ولا تشينا. انا لهنا عندي قارص وعندي مندرينة وعندي البومبلوموس، كنت نحيت بشور من شوية من حبة ليمون وشوية من المندرينة وشوية ثاني من حبة البومبلوموس. قلت لكم حبيباتي ودرت له الزبيب لهنايا للكروكي نتاعي، وضفت له كيسين من الخميرة الكيميائية ولميته بالفارينة. راحين تشوفوا معايا المقادير مكتوبة الفوق في الشاشة باش ما تغلطوش. من بعد حبيباتي رايحة ندهنه بصفار البيض وبالنسكافيه وقطرة تاع خل ولا مثلا قهوة ولا حليب، ضيفوا اي شيء ولا حليب وفاني، ضيفوا اي شيء للبيض باش تنحيو هذيك الطعمه القاطعه تاع البيض وما تجيكمش ريحه الزفاره نتاعو في الجاتو نتاعكم من الفوق. وقلت لكم حبيباتي نعاودوا نرجعوا لموضوعنا، والله الواحد توحشكم وتوحش يحل قلبه شويه. قولوا لي في التعليقات توحشتوني ولا لا، سيرتو الناس اللي كنت طول. ونقول لكم كاين فخ في نهايه الفيديو ولا في وسط الفيديو، اكتبوا لي تحت في التعليقات كذا وكذا ونلقاهم توجور في الصداره. الفخ تاع اليوم وش هو؟ ما على باليش لي توحشتني كل تكتب لي توحشتك في التعليقات. المهم حبيباتي قلت لكم بالنسبة لموضوع الحمل، قلت لكم مستحيل انه راح يجي بيا نهار ونحمل ونجي لهنايا ونهدر ونقول راني حملت، مستحيل. قلت لكم لا يلدغ المؤمن من الجحر مرتين، فهمتوني. وانا غلطت بكري وهدرت ودرت بزاف عياطات لروحي ودرت بزاف خواتات على روحي، وما درتش حساب الناس اللي جامي انجبت ولا جامي حملت، ما درتش حسابهم كي كنت نحط المنشورات باللي راني حامل، وانا كنت صغيره وكنت فرحانه بروحي، فهمتوني.
كنت صغيرة ومديني هذاك الزهو تاع الصغر وكنت فرحانة بروحي. المهم كنت حتى أنا نشارك كأي فتاة عادية، صور حتى أنايا راني حامل وفرحانة بروحي وكل شيء، لكن هذا الشيء مستحيل أنه يتكرر. آم، والله كل خبطة على الراس تزيد لك في الراس عقل، ولا كل محنة تفوتي عليها تزيد لك في الراس عقل. قلت لكم، ومش غير في الأمر هذايا، في أي أمر. لذا نطلب من متابعاتي نهار آخر باش ما تقولوليش مصداقية وما مصداقية. احنا لهنايا رانا مع بعضانا في الروتينات، في على باليش أنا في الوصفات نشاركوا في بعضنا حوايج مليح، رانا ندو نصائح من عند بعضنا. أما بالنسبة للخصوصيات، أنا وش زدت حوايج في حياتي ولا وش نقص حوايج في حياتي، ولا علاقاتي الشخصية، ولا ما على باليش انا، ولا كيما موضوع الحمل، امر يعنيني انا فقط، انا والانتوراج نتاعي، انا وماما وخواتاتي وخاوتي الذراري وبابا وعيلة راجلي. فهمتوني؟ هذاك الميليو الضيق هذاك خلاص، ولا هذوك الناس البروش ليا. فهمتوني؟ انا ناس بروش ليا بزاف 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 ونعرفهم على ارض الواقع وكل شيء، وتلقوني نيفيتي اني نعطيهم الديتاي تاع حياتي. قلت لكم علاش؟ خاطر لا يلدغ المؤمن من الجحر مرتين. هاوليكم حبيباتي الريزولتا تاعنا تاع الكروكي، جا خفيف يهبل، جا من اروع ما يكون. كنت زينته بهذيك العقده اللي قلت لكم تتبع عند الكيك، اللي فيها كاوكاو وفيها جنجلانيه ونورمالمون سكر مطحون محمصين ومرحيين، وزدت له الجوز من الفوق. وهاوليكم الجاتو تاعنا تاع لي غو، هاوليكم الجاتو سيك الاخر اللي في النص اللي كنا غمسناه في الشوكولا ورمدناه في الجوفريت وفي الجاتو ماكاو مرحيين. من بعد حبيباتي كنت ديت الامانه لما عليها. بالنسبه لي انا راني ما نخدمش لي كوموند وما نخدمش الجاتو بالدراهم، راني فقط نخدم لحبابي ولعائلتي فقط. من بعد قلت لكم حبيباتي خرجت لهنايا انا والزوج نختم معكم لا روتين تاعنا تاع نهار اليوم بهذوما المقاطع. رحنا لواحد الريستوران كان الطياب نتاعو من اروع ما يكون، والله بنا صح وتاع الصح. الريستوران هذا بربي ما احناش راح نزيدو نبدلوه، ماكلته نظيفه وبنينه تهبل. هو يطول شويه شغل، يعطينا بالغوبا شغل، يعطينا بالصحن بالصحن فهمتوني؟ ما يعطيناش كل شيء على ضربه، لكن نورمال بنة اكل ونظافته تشفع له في باقي الامور. وصلت معكم نهايه الفيديو، ما بقى لي نقول لكم غير مع السلامه.